الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد يا مولانا كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا ومولانا محمد حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. علماء الاجتماع أيها الأحبة الكرام ذكروا لنا التنشئة الاجتماعية السليمة في كيف نتعامل مع الأبناء، فهناك تربية حسنة وهناك تربية خاطئة، والآن نود أن نتعلم كيف نربي أولادنا، كيف نتعامل معهم. التنشئة الاجتماعية هي التي تحول هذا الطفل من مجرد كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي. كائن بيولوجي أي أنه يأكل ويشرب ويقضي حاجته هكذا مثلما يفعل الحيوانات، ولكن مع التقويم ومع التنشئة الاجتماعية السليمة يتحول هذا الطفل لمجرد أنه كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي يستطيع أن يتفاعل مع الآخرين، يستطيع أن يكون علاقات اجتماعية ناجحة، يستطيع أن يطبق القيم الدينية والإسلامية في المجتمع الذي يعيش فيه فيكون صورة للإسلام. هكذا نود أن نجعل أبناءنا أيها الأحبة، لا نتركهم يقلدون الغرب في لبسهم ومعاملاتهم ولغتهم. الآن الكل يتحدث باللغة الإنجليزية ويعتبر هذا نوع من المستوى الاجتماعي ونتفاخر، وحينما يتحدث العربية لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة. فلا بد أن ننتبه جيدا. من ضمن هذه الأساليب التنشئة الاجتماعية السليمة أن الطفل لديه القدرة على الملاحظة والتقليد والمشاركة. الملاحظة والتقليد والمشاركة. الطفل في منذ نعومة أظافره وهو في الشهور الأولى وهو في عامه الأول يلاحظ كيف يتعامل والديه مع بعضهم بعضا. ما هي الألفاظ التي تقال في البيت؟ حسنة أم سيئة؟ فيحاول أن يقلد هذه الألفاظ. الطفل حينما يراك وأنت تصلي فيقف أمامك ويحاول أن يقلدك وهو لا يعلم ماذا يفعل. فحاول أن تراقب تصرفاتك أمام الطفل لأنه يقلدك في كل كبيرة وصغيرة، في كل قول تقوله، فهو مثل التسجيل يسجل كل ما تقوله ويحاول أن يقلدك وهو لا يعلم إذا كان هذا حسن أم لا. هذه الملاحظة ثم التقليد، ثم يحاول أن يشارك في كل هذه الأفعال وكل هذه الأعمال. بعض الأمهات تشتكي بأن الابن طويل اللسان، فسألتها ماذا يفعل أبيه في البيت حينما يغضب؟ فسكتت. هذا الطفل تعلم هذه الألفاظ من أين؟ ما هو من داخل البيت، يا إما من الأم أو من الأب. فحاول أن تراقب ماذا تقول. بعض الأمهات يقول والله يا شيخ بعد هذه الخطبة علمنا أن أولادنا قد علمونا الأدب. لا نتشاجر أمامهم ولا نتلفظ بألفاظ بذيئة حتى لا يلقطها هذا الطفل ويحاول أن يقلدها.